السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شباب اليوتيوب، شباب الاونلاين، وشباب السنتر. دلوقتي هنصور مع بعض الاسسمنت او التقييم الاسبوعي الاول بتاع الدرس الاول ان شاء الله من الترم الثاني علوم متكاملة انتجريتد ساينس. يلا بينا. معانا 15 16 17 سؤال بالظبط، نحلهم سؤال سؤال كده ونمشي بيهم خطوة خطوة عشان اوريك الاسئلة بتتحل ازاي، سواء الاسئلة العادية او الاسئلة المقالية. تعال نمشي خطوه خطوه واقول لك انا هفكر ازاي في كل سؤال، وعايزك تفكر زي ما انا هفكر كده. نقرا حته حته ويلا بينا. اول سؤال: what process do plants use to convert chemical energy to thermal energy؟ قبل ما اقرا الاختيارات تعالى نعمل illustration للسؤال كده. احنا هنا بنتكلم على بلانت بيحول الكيميكال حلو energy to thermal energy. طب تعالى كده انا اسالك كده كام سؤال لطاف كده. هو الكيميكال انرجي دي كانت موجوده فين؟ هتقول لي يا دكتور كانت موجوده في الجلوكوز، وانا عايز احولها لثيرمال انرجي. يعني انا عايز احول من جلوكوز لانرجي. يبقى انا عملت ايه للجلوكوز؟ هتقول لي يا دكتور انت عملت له حرق، عملت له حاجه اسمها سيلولار ريسبيريشن. طب يا دكتور ممكن تفكرني بالسيلولار ريسبيريشن؟ هقول لك كانت معادله لذيذه جدا، كانت C6H12O6 بلس 6O2 حلو يدي لك 6H2O زائد 6CO2 زائد انرجي. الانرجي دي انا هستخدمها علشان اتدفى او عشان احولها لثيرمال انرجي. ده السؤال اجابته سيلولار ريسبيريشن. طب لو قال لي يا دكتور انا عايز احول السولار انرجي لجلوكوز او كيميكال انرجي، هتكون ساعتها اجابتها الفوتو سينثيز. تبقى السؤال الاول اجابته ايه يا شباب؟ خش على السؤال الثاني: what is the last trophic level in a food chain؟ لو انت فاكر وانا فاكر قلت لك ان كلمه فود تشين دي معناها سلسله غذائيه. قلنا ان هي دايما بتبيجن ببروديوسر بتبيجن بحاجه اسمها اوتوتروفيك، وبتاند دايما اخر حاجه فيها بتاند بحاجه اسمها دي كومبوزرز. وقلت لك ساعتها انها 3D دي اند دي كومبوزرز وديد تيشو او ديد انيمال اند بلانت روت. فالاجابه هتكون هنا الدي كومبوزرز، و2 هتبقى يا دكتور ايه برضو. خش على السؤال الثالث: what is the main role of decomposers in the ecosystem؟ عايزين نفتكر دور الكومبوزرز في الايكو سيستم. قلت لك الايكو سيستم او الديكومبوزرز ده لو انت فاكر دي كائنات محلله. يعني ايه كائنات محلله؟ قال لك يعني بترجع الحاجه لمكوناتها الاساسيه، بتعمل حاجه اسمها كيميكال ريسايكلينج علشان الاليمنتس ما تروحش هدر. بيقول لك كيميكال ريسايكلينج في السويل. تعال نبص على الاختيارات. هل هو بيحول اللايت انرجي تو كيميكال؟ لا، ده اسمه ايه ده، الكلوروبلاست والكلوروفيل. هل بيعمل كيميكال ريسايكلينج؟ دي بتمشي صح، الاجابه هتبقى بي. هل هو بيبرينج؟ لا، ده مش الهيتيروتروفس ولا بروديوسنج اكسجين، هي دي مش من الاوتوتروفس. فالاجابه يا دكتور هتكون بي. If a plant receives 1000 joule of solar energy and uses only 2% for photosynthesis, how much energy is lost؟ لو انت فاكر احنا كان عندنا اول ما بيجي مثلا 1000 جول زي دي كانوا بيتقسموا لحاجات، حاجه اسمها efficiency وحاجه اسمها lost. الافشنسي دي اللي انا بستخدمهم اللي هم ال 2%. فانت كده قصدك ان 2% حلو efficiency، ويا دكتور 98% lost.
طب 98% لما تحسبها من الألف هتقول لي 98% من الألف يا دكتور، اضرب 98 في 100 في 1000 على 100، إجابة هتطلع لك 980 جول، 980 جولز. عايزين نجيبها بالآلة، هتقول لي 100 times over 100 1000 times 98 over 100 تطلع لك 980 في الآلة. تعال نبص على السؤال اللي وراه. How might the removal of trophic levels زي predator affecting an ecosystem؟ وانا مغمض انا تخلصت من حاجة من الحاجات اللي موجودة عندنا. انا دلوقتي يا معلم كان عندي زي ما بتقول كده فود تشين. فود تشين دي كان فيها تقول لي يا دكتور بلانت مثلا، البلانت جه بعد البلانت كانت insects او small animals، بعد كده small animals، وبعد كده large animals او predator، وبعد كده لو انت فاكر قلنا decomposers. ماشي. قال لك ايه اللي هيحصل لو انا قضيت على ده؟ تقول لي يا دكتور ده لو انت قضيت على ده اكيد وانا مغمض ايه اللي هيحصل؟ هتقول لي ده عدده هيزيد. طب لما ده عدده هيزيد ايه اللي هيحصل؟ قال لك ده عدده هيقل. طب لما ده عدده هيقل ايه اللي هيحصل؟ هيحصل حاجه اسمها ecological imbalance، هيحصل مشكله في البالانس اللي موجود. ليه؟ اصل انا لعبت في واحده من الليفلز اللي موجوده. فالاجابه يا دكتور هتكون بي. سؤال جميل قوي السؤال رقم 6 ده. If energy neither created or destroyed، يعني الطاقة لا تفنى ولا تستحدث من العدم، بل تتحول but converted from form to another form transformed. حلو. What other forms can lost energy can be converted؟ يعني الطاقة بتتحول لإيه؟ لو أنت فاكر إحنا قلنا lost energy الطاقة المستهلكة أو الطاقة المفقودة كانت بتطلع على 4 أشكال. أول شكل كانوا يا دكتور أول حاجة كان كاينيتيك انرجي على هيئة موفمنت، وكان بيتحول حاجة تانية اسمها ثيرمال انرجي على هيئة هيت، وكانت بتتحرك على كيميكال انرجي على هيئة يا اما فيتال بروسيس او ميتابوليك اكتيفيتي، او كمان كانت بتطلع على هيئة ويست برودكت. فانا دلوقتي يا اما كاينيتيك يا اما ثيرمال يا اما اختار واحدة من الثلاثة. لو لقيت واحدة من الثلاثة ولو لقيتهم كلهم اختار اول اوف ذا اباف. كاينيتيك انرجي تمشي، الثيرمال انرجي تمشي، كيميكال انرجي تمشي، والاول اوف ذا اباف تمشي اكتر منهم كلهم. فالاجابة هتكون دي. What challenges might organism face at the end of the food chain due to loss of energy؟ يعني ما هي التحديات التي تقابل الكائنات الحية في نهاية الفود تشين بسبب نقص الطاقة؟ هل بسبب نقص الطاقة؟ بسبب ايه؟ نقص الطاقة. طب انا بالنسبة لي دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ تقول لي يا دكتور دي حاجة وحشة. يعني ايه حاجة وحشة؟ يعني حاجة نقص طاقة يا معلم. تعال نبص في الاختيارات على حاجة وحشة. ليك اوف فود دي حاجة حلوة ولا حاجة وحشة؟ حاجة وحشة. نقص الغذاء دي حاجة وحشة، سيبها. increase الانرجي افيلابيلتي اكيد لا. ازاي؟ ده في لوس اوف انرجي. improving the efficiency of energy transfer اكيد لا. ده increase the number of decomposers برضو لا. الاجابه الاصح والادق هي ليك اوف فود. يعني ليك اوف فود نقص الغذاء. وده خليك دايما عارف ان الوحش يجي مع الوحش. سؤال رقم 8. from the opposite figure if the amount of energy received by the hawk ده اللي هو الصقر او النسر is 200 جولز، يعني دي 200 جول. ماشي. the amount of energy created in the grass، يعني اللي موجوده في الجراس او في الاعشاب. هتقول لي دول 200 يبقى الرابت وانا مغمض يا دكتور 2000 عشان انا بضرب في 10 واكيد ده 20000 20000 جول. فالاجابه هتكون دي. تعالى اطلع من تحت لفوق. هنا قليت صفر وهنا قليت صفر. طب وبعد الهوك هتقول لي يا دكتور 20 وبعد ال 20 اكيد هتبقى 2 وهكذا. ماشي. سؤال رقم 9. which compound is the source of carbon in the photosynthesis؟ من غير ما ابص على الاختيارات تعالى نشوف
نكتب المعادلة CO2 بلس H2O. بعد اذنك يا دكتور خليك دكتور مش نص كم، اوزن المعادلة 6 و6 يديلك C6H12O6 زائد 6O2. بيقول لك ايه مصدر الكربون في الفوتوسينثيز؟ يعني الكربون اللي هنا ده جه من فين؟ هتقول لي جه يا دكتور من هنا، من اللي هو الكربون دايوكسيد. وخد بالك المعادلة بتاعتنا دي ناقصة ان انا اكتب لك فوق هنا سولار انرجي زائد طبعا كلورو فيل او كلوروبلاست. Which of the following is directly involved in cellular respiration؟ يعني مين من دول اللي ليه علاقة بالسيلولار ريسبيريشن؟ طب يا دكتور السيلولار ريسبيريشن ده اللي هو obtaining energy. قال لك ده بيحصل عن طريق ايه؟ بيقول لك بيحصل عن طريق ان انا بحرق الجلوكوز، بجيب C6H12O6 واسيب عليها 6O2 يحصل لي حرق عشان يطلع لي انرجي. الكلام ده بيحصل فين يا دكتور؟ بيحصل في الميتوكوندريا. وخد بالك الميتوكوندريا دي عشان تبقى عارف هي موجودة في الانيمال سيل وفي البلانت سيل، على عكس الكلوروبلاست. الكلوروبلاست موجودة في البلانت سيل اونلي. سؤال رقم 11. What is the primary purpose of the energy pyramid؟ فاكر الانرجي بيراميد لما قلت لك تعالى نعمل مجسم يبين الطاقة، فجيت قلت لك انا لازم اقل حاجة في الطاقة تبقى اعلى حاجة، هحط هنا 20,000 يا دكتور 4 اصفار. طب هنا هحط 2000. طب هنا هحط 200. طب هنا هحط 20. طب هنا هحط 2. طب هنا هحط 2/10. حلو قوي. قال لك بقى هرم الطاقة ده بيشرح ايه؟ قال لك بيشرح توزيع الطاقة بين الكائنات، بيعمل ديسبلاي للديستريبيوشن اوف انرجي between different trophic levels، بين الليفلز وبعضها التوزيع عامل ازاي. انا هنا 20,000 ثم 2000 ثم 20 ثم 200 20 2 وهكذا. قال لك the amount of available energy، كمية الطاقة اللي موجودة بتقل as it moves from trophic level to trophic للليفل اللي اعلى منه. يعني كميه الطاقه اللي موجوده ال 20,000 دي بتبقى 2000، 2000 بتبقى 200، وال 200 بتبقى 20، 20 بتبقى 2. بيقول لك كل ده ليه؟ بيقول لك علشان اكيد انا فقدت الطاقه. قال لك فقدت الطاقه على كام شكل؟ قلنا ساعتها على 4 اشكال. يبقى علشان الانرجي بترانسفير تو ذا سبيس اكيد لا. هل انرجي بتلص از ا هيت ديورنج ميتابوليزم تمشي اللي هي الفيتال بروسيس دي تمشي؟ الاجابه هتبقى بي. ولا الاستورج غلط؟ ولا الاكسسيف كونسيومينج برضو غلط؟ فالاجابه الصح هتكون بي. metabolic activity او vital process like respiration and exhalation. Which compound is used as a byproduct؟ كلمه byproduct يعني فرعي او بالصدفه. طب يا دكتور ممكن يا دكتور تقول لي الفوتوسينثيز ده كان عباره عن ايه؟ هقول لك الفوتوسينثيز ده احنا خلاص حفظنا 6 CO2 زائد 6 H2O. تعمل سهمك يدي لك يا دكتور C6H12O6 بلس 6O2. افتكر هنا في صن او في سولار انرجي وفي هنا كلورو بلاست او كلوروفيل. ماشي حلو قوي الكلام ده. انا دلوقتي لما جينا قلنا مين فين المين برودكت؟ قلت لي يا دكتور المين برودكت ده الجلوكوز. ليه؟ اصل انا بعمل الحكايه دي كلها علشان اصنع الجلوكوز، يبقى ده البرايمري. طب مين اللي بيجي بالصدفه؟ قلت لي يا دكتور الاو 2 ده اللي طلع بالصدفه باي برودكت او سكندري برودكت. فالاجابه هتكون يا دكتور الاكسجين، فالاجابه هتكون بي. The opposite figure shows the process of cellular respiration and photosynthesis occurring respectively in. حلو قوي. قال لك يا معلم انا عندي cellular respiration دي الاولانيه،
حلو. والفوتوسينثيز دي التانية. هي الفوتوسينثيز بتحصل ايه؟ هتقول لي الفوتوسينثيز دي بتحصل في البلانت سيل. طب والسيلر ريسبيريشن، التنفس بيحصل في انهي كائنات؟ قال لك بيحصل في الاول اورجانيزم، اصل كل الكائنات بتتنفس. حلو. فبالنسبه لي الاولانيه اول اورجانيزم والثانيه بلانت. الاولانيه بلانت سيل تمشي، فانجاي وانيمال سيل. هو خد بالك ما تنفعش الفانجاي، ما تنفعش الانيمال سيل، ما تنفعش الانيمال سيل، مفيش واحده تنفع غير البلانت اللي بيحصل فيها الفوتوسينثيز. فالاجابه الصح هتكون دي. قربنا نخلص خلاص. which of the following activity reduce the amount of energy available at the top of the energy pyramid؟ يعني انا عايز اقلل الانرجي بيراميد، عايز اقلل الطاقه اللي بتكون موجوده فوق. فالطاقه اللي بتكون موجوده فوق بتكون موجوده بتقل لو حصل ايه؟ هتقول لي لو احنا قتلنا جزء من الكائنات اللي موجوده، يعني عملت حاجه اسمها الاوفر فيشنج او الاوفر هانتنج. قال لك انا لو عملت الحكايه دي الاوفر فيشنج او الاوفر هانتنج، فساعتها مش هنلاقي حد يتغذى على الحاجه اللي تحتيه، فساعتها كل البيراميد او الجزء اللي فوق من البيراميد كله هيبوظ. وشرحنا الحته دي بالتفصيل في الحصه نفسها. فالاجابه بتاعت 15 هتكون سي. Energy neither created nor destroyed but converted from form to another. What form is energy lost in the food chain؟ احنا دلوقتي بنتكلم على انواع الطاقه اللي هي فقدتها. هقول لك انواع الطاقه كانوا يا دكتور 4. كانوا ثيرمال، كانوا غير ثيرمال، كانوا يا دكتور كان عندنا حاجه اسمها كاينيتيك، كانوا كيميكال، وكانوا كيميكال. هنا كيميكال على هيئة فيتال بروسيس زي التنفس. وعايزك تركز في السؤال ده جدا 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 عشان نسبة كبيرة هيجي في الامتحان. وعندك كيميكال على هيئة ويست برودكت. طب يا دكتور رايت ذا ايكويشن فور فوتوسينثيز. معادلة الفوتوسينثيز كتبناها كذا مرة، هتلاقيها 6 CO2 بلس 6 H2O هتدي لك C6H12O6 بلس 6O2. وخلينا عارفين ان احنا هنا الصن او السولار راديشن او السولار انرجي يعني، وتكتب لي ان لازم يكون في كلوروفيل اللي موجود جوه الكلورو بلاست. يعني من الاخر plant cells only. وبكده يا شباب نبقى خلصنا اول تقييم، اول اسسمنتس موجود عندكم ان شاء الله الاسبوع ده. اشوفكم الاسبوع اللي جاي مع اسسمنت جديد، واشوفكم الاسبوع اللي جاي سواء معايا في الحصص او معايا في الاونلاين او معانا على اليوتيوب. استنوا فيديو السمري بتاع السيشن الاولانيه ان شاء الله علشان تقدروا تلموا الدنيا على قد ما نقدر. اشوفكم الاسبوع اللي جاي، مع السلامه.